بقالي فترة كبيرة نفسي اكل مناقيش بالزعتر، مش عارفة ليه طالبة معايا كده، والنفسية كمان مش مظبوطة، وحابة ان انا اكل مخبوزات مش عارفة ليه. طبعا الحالة دي بتجيلنا من وقت للتاني طبيعي يعني. فقلت امسك العصاية من النص بدل ما اجيبها من بره وتكون معمولة بطريقة غير صحية. لا، اعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة صحية وزي ما انا عاوزة وبالمقادير ومحسوبة السعرات كمان. تعرفوا كل واحدة من دول فيها سعرات قد ايه تقريبا ان شاء الله بإذن الله. سهلة جدا، في خطوات بسيطة قوي قوي هتكون عندنا احلى مناقيش بالزعتر في الدنيا وبالجبنة كمان. طعمها تحفة، مشبعة جدا، واحدة بس بتشبعني جدا 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 فوق ما تخيلوا. عايزين تعرفوا عملتها ازاي؟ ادوا لايك ويلا بينا على المقادير. اول حاجة المقادير هناخدها سكرين شوت كما تعودنا، ويلا بينا على الخطوات. عندي كوبايتين من دقيق القمح الكامل، او كوباية دقيق قمح كامل وكوباية دقيق شوفان، ينفع ده وينفع ده، بس انا خدتهم الاتنين دقيق قمح كامل عشان الشوفان عندي ما كانش متاح. اهو ده دقيق القمح الكامل او دقيق الاسمر، وده النوع اللي انا بستخدمه. اوكي، كل كوباية حوالي 100 جرام، وعليهم رشة ملح، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية حليب. مش عايزين تحطوا حليب تخلوها نباتي، ممكن استبدل الحليب بالمية عادي جدا. انا هحط نص كوباية حليب، ده حليب عادي، ممكن تحطوا اي نوع حليب تفضلوه، مفيش اي مشكلة عندي خالص. وعندي كيس كامل من الخميرة الفورية، الكيس حوالي 11 جرام. وعندي عسل، طبعا ده بديل للسكر، وعندي زعتر سوري او زعتر حلبي، وطبعا زيت زيتون. اول حاجه هاخد الخميره اللي عندي، هعملها اختبار. انا اول مره اجرب الخميره دي، معرفش اذا كانت حلوه ولا مش حلوه. طبعا انا بستخدم على طول كوكس، فقلت اديها فرصتها يعني واشوف الدنيا عامله ازاي مع الخميره دي. وهحط عليها نص كوبايه الحليب او ميه دافيه عادي جدا، واحط عليها معلقه صغيره خالص من العسل النحل. اسيبها على جنب واشوفها تختمر ولا لا. وهجيب بوله نظيفه وهنزل فيها بالمواد الجافه اللي عندي، اللي هم كوبايتين دقيق القمح الكامل او دقيق الاسمر، وعليهم رشه الملح ونص معلقه البيكنج باودر. عايزه ازود الطعم كده، بحب طبعا الزعتر السوري ده بعشقه، ممكن تبدلوا طبعا بثوم وبصل باودر، اي حاجه انتوا بتفضلوها يعني، مش لازم تحطوا اللي انا بحطه ده بالظبط. اوكي، وهنزل عليه بمعلقتين صغيرين من زيت الزيتون. المعلقه دي حوالي 5 جرام او حاجه زي كده، يعني اخد لي حوالي معلقه كبيره كده من زيت الزيتون بس كده. وهبتدي نقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه عقبال ما اروح اشوف الخميره اخبارها ايه. بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه، وسيبناها بقى هتكبر وتبقى قد كده. خلاص، هاخد بقى الخميره اللي عندي اللي خمرت مع الحليب بالمنظر ده، وابتدي اقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لغايه ما العجينه تلم معايا. طب هل انا ممكن ازود حليب؟ ممكن ازود حليب، بس انا مش هزود حليب يعني عشان السعرات ما تزيدش معايا، فانا هزود ميه دافيه مكان الخميره كده. احط شويه ميه دافيين وابتدي ان انا انزل معلقه معلقه، يعني ما تبقاش كميه مره واحده عشان العجينه ما تسلش مني. هنا بقى اهم خطوه ان انا ابتدي اعجن فيها كويس. انتوا مش متخيلين الواحد ما بيعجن كده بيطلع الطاقه السلبيه اللي جواه بطريقه رهيبه، وكمان ريحه الخميره مع العجين مع الخبيز في الفرن احلى ريحه في الدنيا. لو في منها برفان هجيبه والله، من كتر ما انا بحب الخبيز والعجن والحاجات دي. هنزل بقى على الكاونتر عندي كده او الرخامه، وابتدي ان انا ابس العجين كده او الم العجين على قد ما اقدر. برضو انزل معلقه معلقه، ما تحطوش ميه كتير يا جماعه او اي ماده سائله سواء حليب او ميه كتير عشان ما تبصش منكم. احنا هنحط كده حاجه بسيطه بسيطه قوي لغايه ما تلم العجينه معانا وتبقى لينه. طبعا هوريكم ازاي القوام بتاعها بيوصل معايا ازاي. بصوا طريقه العجن بعملها كده زي ما احنا شايفين. خدوا بالكم ان شاء الله في نهايه الحلقه هتشوفوا سعرات الوصفه كلها قد ايه، وكل قطعه فيها قد ايه من السعرات بالظبط. برضو بنزود حاجه بسيطه لغايه ما تلين معانا. بصوا بسيط قوي. خلاص انا خدت حوالي يمكن 4 معالق من الميه كبار عشان العجينه تلم معانا. خدوا بالكم العجينه مش بتلزق. اوكي، هجيب بقى البوله بتاعتي احط فيها شويه زيت زيتون صغيرين كده، وهنزل بيها بالعجينه كده. بصوا ما شاء الله لينه وجميله ازاي. هسيبها يعني ترتاح يمكن ربع ساعه نص ساعه لغايه بس ما تختمر معايا، وبعدين ابتدي اشتغل فيها. اهو ده شكلها. ونحط برضو شويه يعني نقطتين 3 من زيت الزيتون كده من فوق برضو، ونقلب بقى كله مع بعضه ونسيبها ترتاح زي ما قلت لكم. ده شكلها بعد ما اختمرت. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بقت حلوه جدا. هوريكم حتى القوام عامل ازاي. بصوا مش قادره اوصف لكم، بجد مريحه جدا، عامله زي السلايم، عامله زي الصلصال، تحفه. كمان فيها عرق كده غريب بتمط كده معايا. بصوا
يعني اللي يشوفها يقول مستحيل ده دي قمح كامل او دي اسمر، ده اكيد دي ابيض. لا والله دي اسمر اهو. نزل الهواء بقى منها. انا بحب اصلا الستيب دي او الخطوه دي قوي. وابتدي بقى ان انا يعني اقسمها كور عشان ابتدي ان انا اشكل براحتي. بصوا جمالها، مريحه جدا. كان نفسه معايا تفعصوا فيها كذا ما انا بفعص فيها انا كمان. سهله جدا، اعملوها تفعصوا زي ما انتوا عاوزين. اوكي، هاخد بقى ايه كورايه كده بالمنظر ده كده واشيلها على جنب، وابتدي بقى انا اقسم العجينه كور. طلعت معايا حوالي يمكن 9 كرات، ممكن كان يبقى اقل من كده كمان، بس انا عاملاها حجم كبير شويه. عندي صينيه مدهونه او عليها ورق زبده او ورق سيليكون على حسب. ولازم احط دقيق يا جماعه، بتلزق، خدوا بالكم بتلزق لما بنضغط عليها بالفراده دي بتلزق. فعلى ايه، نحط شويه دقيق كده بسيط عشان ما تلزقش مني، وابتدي اشكلها زي ما انا عاوزه. بصوا جميله ولينه وحلوه وريحتها حلوه، الخميره عامله شغل عالي جدا. وابتدي ان انا افردها. بصوا بتلزق ازاي، خدوا بالكم. افردها بقى واعملها باي شكل انا عاوزاه. يعني نحاول نعمل بقى شكل كده قريب من المناقيش اللي بنشوفها بتتباع بره، يعني على قدي كده. طبعا انا مش بروفيشنال في التشكيل، انتوا احسن مني واشطر مني بكتير، بس اهو ما يقولش لا يعني. اهو هنعمل الكرة التانية يعني شكل تاني برضو نفس الكلام. افردها معايا كده. في التوقيت ده انا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200 اعلى درجه، يعني لمده 10 دقايق قبل الخبز نفسه، بتبقى النتيجه افضل بكتير. والم الحروف كده الافضل. احنا بنعمل كده ليه في الحروف؟ عشان خاطر الحشوه لما نيجي نحطها ما تقعش، يعني يبقى عندنا سقف عالي كده زي ما بيقولوا. وادي الشكل التالت معايا. انا بس بديكوا افكار، طبعا كده عندكم افكار وحاجات احسن مني بكتير، بس اهو على قد يعني. بجيب شوكة واعمل الشكل اللذيذ ده، اي شكل تفضلوه. عايزاكم بقى تكتبوا لي في التعليق، تكتبوا لي كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ان اي حاجة بنذكر فيها سيدنا محمد نذكر فيها الله بتطلع كويسة ان شاء الله وزي الفل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كله كده جاهز معايا وتمام التمام. الحشو بقى اي حشوة تفضلوها، طبعا الزعتر الحلبي او السوري اساسي معايا. تمام، انا اصلا بموت فيه، بحبه جدا، بحبه كمان مع البيض قوي. هنزل عليه بمعلقه زيت زيتون كده كبيره شويه، معلقه كبيره يعني، ما نزودش عن كده، لان شفت ناس بيحطوا ربع كوبايه زيت، مش عارفه ليه كتير قوي. وعندي دي جبنه قريش عملتها قبل كده معاكم في القناه برضو، انا يعني هرساها وحط عليها زعتر وروزماري وحاجات زي كده. هاخد بقى الزعتر اللي عندي بزيت الزيتون وابتدي ان انا افرده في المنقوشه الصغنونه، يعني اخد معلقه يمكن صغيره هتفرد معايا. طبعا انا بستخدم الشوكه فاكيد الكميه بتبقى اقل. تمام، دي اول واحده معايا. يعني طبعا ممكن اخليهم كلهم بالزعتر او ممكن اخليهم بالجبنه. احط بقى مثلا اجبان عندي محدش عايز ياكلها، اخدها برضو استخدمها في وصفه زي دي، حلوه جدا بتسيح بقى، بتدي شكل لطيف قوي في الاخر. دي الجبنه قريش اللي عملتها معاكم قبل كده في القناه، سهله جدا جدا، هوم ميد طبعا. هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه في صندوق الوصف عشان اللي ما شافش الحلقه. حلوه جدا واسهل وانضف بكتير من بتاع بره. هعمل ميكس كده بين الجبن القريش وبين الزعتر، ودي كام حته كده صغنونه من الموتزاريلا، كلها حاجه. ممكن نحط فلامنك، ممكن نحط تشيدر، ممكن نحط ريكفورد، اللي انتوا عاوزينه. انا الاساس عندي بصراحه الزعتر الحلبي، لان انا بقالي فتره هموت على المناقيش اللي بالزعتر، بحبها جدا. خلاص هي كده جاهزه معايا. هجيب بس بضايه على شويه لبن صغيرين على شويه نسكافيه، وابتدي انا ادهن الوش. مش عايزه تعملوا الخطوه دي براحتكم خالص، مش اي مشكله. اوكي اهو، واحطها في الفرن على درجه حراره 180 بالظبط 10 دقايق. اول ما تاخد لون معايا من تحت هطفي عليها واشغل عليها الشوايه. ده شكلها بعد ما طلعت.
نقرب ونشوف احلى تفاصيل. بعد ما طلعت معايا من الفرن سبتها شويه في الفرن حتى عشان تقرمش، انا بحبها تبقى مقرمشه. مش عاوزين تعملوا الخطوه دي عادي، طلعوها بسرعه على طول مجرد ما تستوي معاكم. بصوا شكلها جميل ازاي وريحتها تحفه. دي السعرات بتاعتها، الكميه طلعت معايا حوالي 994 سعره على 9 وحدات. طلعت الواحده يمكن حوالي 110 بالحشوات اللي عليها، يعني ممكن تطلع لها حوالي 115 سعره. مشبعه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. والله واحده بس شبعتني جدا جدا. انا فطرت وجنبها بيضتين او بيضه تقريبا، بيضه، وبجد شبعت، حاسه ان انا اكلت خروف زي ما بيقولوا. يعني يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا جدا جدا. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والشير، وبحبكم جدا. سلام.